صل صلاة تجلب الوداد لي والردى والصدق والأمداد صل صلاة تجلب الوداد لي والرضا والصدق والأمداد مع سلام يدفع الفسوق لخيرنا ولينير سوقا على الذي خدمته قد زحزحت لخيرنا شقا وفوزا منحت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاه العظيم قتيا أعلى رضاك قد أرحت متيا لي خدت ما كنت أروم جذبا يا من كفاني ابتلاء وكذبا يا من كفاني الشقاء والحسدا ولم توجه لجهادي حسدا يا من أراحني من الشيطان وكل متعب لدى أوطاني صل صلاة بسكوني تشهد مع سلام بفلاحي يشهد على الذي زحزح كل من أراد ما ساءني إلى سواي ذا انفراد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتجزي عني خيرا لم يكن لخيره وارض عني السحب بكن ولتجزم عني خيرا لا يريم يا مخنيا يقود ماروم ولتجزم عني خيرا لا يريم يا مخنيا يقود ماروم واجعل الحروف به رضاك يا من رديت عنه إذ أرضاك يا من أتتني بمنايا الحرم منه به وزادني محرم صل صلاة لا تزال قائدة إلى نبي الله خير فائدة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وسلم عليه في الجميع يا خير مخن نافع سميع كما جعلته رئيس الرسل سيد كل ملك ومرسل كما جعلته رئيس الرسل سيد كل ملك ومرسل يا من حماني عن معاد وسفر وقاد لي خيوله منه صبر صل صلاة لا تزال مدخلا بشرا بتسيم تفي معثلا في قلب من ليس يماثل البصر في الخلق والخلق وكثرة البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما جعلته سرور الصالحين ونوره يقودهم في كل حين يا الله يا آخر أنت الأول يا من به يسور ربيع الأول صل صلاة لا تزال صافية جائية إلى النبي بالعافية مع سلام لا يسوب قدر يا من به يجري بإذن القدر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما جعلته منير السادة الأسياء الأتقياء القادة وصل سرمدا عليه بسلام بجملة الحزب الكرام يا سلام يا خائدا لذكرك المثاني يا من به طاب ربيع الثاني صل صلاة لا تزال راسدا كل معاد للجنان قاسدا
مع سلام تارد كل حسود ترى الصحابة ذوي النون الأسود على نبي الله سيف الله سيدنا النور رسول الله على نبي الله سيف الله سيدنا النور رسول الله سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما جعلته ولي الأتقياء في السر والجهر عدو الأصغياء ولي بي حببتني للمسلمين كما لخيري سرفت المجرمين يا من وهبت لي هدى دليلا يا من به طابت جماد الأولى صل صلاة لا تزال راخية نامية مذكورة وباقية مع سلام خير يدخل في قلب سيد الورى فيدخل على الذي أحببت ربي كما جعلته لي به محكما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وامحو توجه الأذى لي أبدا بجاهه يا من به قد عبدا وجل مكاتبي لديك حسنا وعندك اجعلني خديما أثنى وامحو توجه الأذى لجسدي ولا توجه لجهادي حسدي يا من حماني عن عناء الفانية ولي تتيب جماد الثانية صل صلاة لي تخلد البشر بشارة للمنتقى خير البشر مع سلام سائخ ما لا يليق إلى سوى من بثنائي قليق سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجل مدائحي له والصلوات فوق العبادات معا والدعوات ولتخنني بأن التسبب يا من حماني عن عدا وتببي وسلي الدهر بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن يا قائدا لي من رئيس الحرم خليلنا حبيبنا محرمي ما سر قلبي نافعا مسرمدا يا من له من امتداه أحمدا صل صلاة بسلام لا انتهاء له على من خادني ما يشاء في الحال والمآل وهو السند من لسواي قد نفى من فندوا يا قائدا لي دون كسب وسفر مخجل كسب وسلاح في سفر صل صلاة بسلام سيئت وبركات لاميات رفعت على نبي الله بهجة الرجال وسيلة النساء من محى المجال سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا خائدا لي ما محات قولا وقلت لي من كربي الأولا صل صلاة بسلام كملت وبركات راخيات كملت
على ابن عبد الله خائد خلق الله للإله سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا خائدا لذكرك والمثانيا وخدت لي منك ربيع الثانيا يا قائدا للذكر والمثانيا وخدت لي منك ربيع الثانيا صل صلاة لا تجاري يا سلام على نبي الله ديخم القلا مع سلام لا يجاريه سلام وبصرا بذا الجوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا قائدا لي كرما تجليلا وخدت لي منك جماد الأولى صل صلاة تطرد الأعداء لخير نحوي وتمحو الداء مع سلام يكشف الأسرار لي أبدا ويذهب الأشرار إلى سواي وسوى عيالي ويذهب الحكام كالأقيال